اهلا بيكم. مونديال 22 حاجة قمة في العظمة بصراحة. حاجة كده كورة جميلة ممتعة، تبقى قاعد مستمتع بيها. يا عم العب سهل عشان احط سهل. ابلع يا عم. يا رب تتكلم معلش. يا رب تتكلم. حط بقى جول فاضي. أكبر علامة واضحة في المونديال إن قطر كدولة صغيرة تقدر تنظم حدث عالمي بالحرفية وبالتقنية دي وبالمستوى العظيم ده. الحاجة التانية إن اللي بيحصل في المونديال بيقول إن الكرة ما بقاش ليها كبير. الفريق اللي يتعب ويبذل مجهود ويشتغل على نفسه كويس هيكسب. اليابان تشوط ألمانيا والسعودية تغلب الأرجنتين، ملهاش كبير. العرق والجهد هو اللي هيحطك على الأرض. سقف اللعيبه نازله. اللعيبه دول مين اللعيبه؟ نازلين يعملوا ايه؟ كتير قوي. احنا لينا فيهم 11 لعيب والباقي مش بتوعنا. امال ايه الثلاثه الحزانه دول؟ اخوات دول؟ لا دول الحكام. لابسين اسود ليه؟ حد مدلهم؟ نهار اسود. ده زي الرسمي بتاعهم. خد بالك هي برضو ترجمة للنظام العالمي اللي موجود، ان في الاخر ملوش كبير قوي. انت بتدي ايه واستفادتك وفايدتك للعالم ايه، ووجودك في الارض هيبقى عامل ازاي. مهم تعرف ان التخطيط طبقا لكل موقف، وان ادوات الخطة بيخضع للموقف اللي انت فيه. يعني السعودية عرفت تغلب الارجنتين، لكن الماتش اللي بعده اتغلبت لان ادوات كل موقف تختلف، هي مش نتيجة ثابتة. نفس الكلام على فكرة مع اليابان، غلبت ألمانيا والماتش اللي بعده اتغلبت. أكيد الفرقة كانت محتاجة أدوات مختلفة. عامة الجماعية هي أساس أي نجاح، وإن ده ما ينكرش دور المواهب الفردية اللي بتخلص، زي نيمار وزي مبابي وزي ميسي. طبعا المواهب دي هي اللي بتفرق الفرقة من تانية، لكن الأصل إن يبقى فيه جماعية وإن فيه مجموعة تخدم الفرقة كويس. اللي بعد احنا اللي دخلنا الجول. ايوه واحنا هنهون فيهم. احنا اللي هنا. ده جول دخل هنا. الله يرحم والدك. فتحه على روحي يا اخوان، فتحه على ابويا. حاول ما تتشنكش قوي وانت بتتفرج على المونديال والحاجات المغلفة فيه سياسيا، زي الحركة بتاعت ألمانيا وكده، لأن في الآخر ما تراهنش عليها، ولأن في لحظة ممكن تلاقي ألمانيا صعدت وممكن تبقى تنطلق في البطولة بعد كده وتاخد كأس العالم مثلا يعني. فساعتها يبقى وجهة نظرك عاملة ازاي. يعني هي القصة يعني على مهلك شوية، حاول يعني خف تشنك شوية يعني. أهم ما في الموضوع هو تأكيد القيم الإنسانية اللي متفق عليها، ونبذ فكرة العنصرية كأساس للتعامل مع الناس. حد لشوق لحاجة